اهلا بيكم. عمرك سمعت عن مصطلح بيقول دبل كراش سندروم او متلازمه الانضغاط المزدوج على العصب؟ الحاجه دي بتحصل في مواقف كتير، ولكن اشهر حاجه عندنا في جراحه المخ والاعصاب لما يكون المريض بيشتكي من انزلاق غضروفي عنقي ومعاه كمان اختناق في العصب الاوسط في الايد. وانت كده يعني اعتقد فهمت المصطلح جاي منين. دبل كراش سندروم يعني ان العصب نفسه اتضغط في مكانين مختلفين على مسار هذا العصب. احنا عندنا الجذور العصبيه اللي بتخرج من الفقرات العنقيه، بتضغط فوق بالانزلاق الغضروفي العنقي، وبعد كده بيخرج الجذر العصبي يشترك في الضفيره العصبيه ويخش الذراع ويمتد بطول الذراع لحد ما يدي كل الاعصاب اللي بتغذي كل عضلات ايدينا وصوابعنا. فلما بيتضغط على العصب في نهاياته هنا في النفق الرزغي، في متلازمه النفق الرزغي الكاربال تانل سندروم، وبيكون مضغوط عليه فوق. الحقيقه المريض بيشتكي من الام شديده جدا جدا، وبيبدا الموضوع يبقى محير. هل انا يعني مشكلتي الاكبر في ايديا في كف ايدي، ولا مشكلتي الاكبر في الفقرات العنقيه؟ والحقيقه طبعا بنحتاج نعمل شويه فحوصات، منها الرنين المغناطيسي على الفقرات العنقيه، منها رسم العصب والعضلات، وبنبدا نقيم المشكله الحقيقيه في كف الايد او في الفقرات العنقيه. وطبعا مش كل المرضى اللي بيشتكوا من الدبل كراش سندروم بيحتاجوا تدخل جراحي على الاطلاق. ممكن مجرد العلاج التحفظي من ادويه وعلاج طبيعي، الاثنين سواء كان الانزلاق الغضروفي العنقي او متلازمه النفق الرزغي، الاثنين بيتحسنوا والمريض بيبقى في احسن صوره، وبنديله التعليمات. ودايما بفكركم ان طول ما انت بتحافظ على نفسك وبتعمل التعليمات المطلوبه، وبتحافظ على نسبه من الرياضه، بتحافظ على وزنك، وبتقلل من استخدام الموبايل والشاشات اللي بقت حقيقه بتستخدم لساعات طويله وبتاثر على عضلات الرقبه. كل الكلام ده لو انت خدت بالك منه هتحمي نفسك من مشاكل كتير، وهتحمي عمودك الفقري، وهتحمي اعصابك من مضاعفات ومشاكل ممكن تأذيك. دمتم سالمين وبصحة وسلامة، ومنتظر أسئلة جديدة، ومنتظر استفساراتكم، وأشوفكم إن شاء الله في لقاء قريب وفيديو قريب.